السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلها ايام حلوة وايام سعيدة عليكم دايما يا رب. ربنا يحقق لكل واحد كل اللي بيتمناه من خير ان شاء الله، كل حاجة حلوة بإذن الله ربنا يسعدكم ويفرحكم دايما يا رب. وبرضه بشكر كل اخواتنا وكل حبايبنا اللي بيحبوا يقفوا جنب الناس، اللي بيحبوا يقفوا جنب اخواتهم. اذا كانت لسه قناة بادئة مبتدئة، قناة بادئة من زمان ولسه ما حققتش الشروط بتاعة القناة بتاعتها وكده. كلنا كده لازم نقف جنب بعض، كل اللي لسه بادئ في القناة اللي بادئة من زمان تقف جنبهم تفهمها تعمل ايه، اللي بادئة ولسه مش قادرة تحقق الشروط واللي قدرت تحقق ولا توصل لأي حاجة كلنا نفهم بعض وكلنا نقف جنب بعض عشان ربنا يكرمنا كلنا وربنا يوفقكم كلكم يا رب، ومن نجاح لنجاح للجميع يا رب إن شاء الله. نشوف النهاردة هنعمل ايه. أنا كده النهاردة هعمل معاكم الفتة. ما شاء الله كان طعمها حلو قوي، الطريقة دي حلوة جدا وطعمها بتبقى جميل جدا. هنا حطيت الاول خالص سمنه وزيت، اي ماده دهنيه بقى انت بتحبيها. السمنه والزيت بيظبطوا الدنيا، طعم السمنه بيبقى حلو قوي في الاكل. مفيش بقى هتعملي بزيت بس، برضو النفس نفسه بيخلي الحاجه طعمها حلو والاكل طعمه حلو. طول ما انت بتعملي الحاجه وانت فرحانه الاكل فعلا بيطلع جميل وبيطلع مسكر جدا. ان عملتيه وانت متضايقه وفيه هموم الدنيا كلها الحاجه ما بتطلعش حلوه فعلا بجد عن تجربه يعني. الحاجه وانت بتعمليها ومبسوطه كده وحاسه برضا عن ربنا اصلا، الحاجه فعلا تطلع معاكي جميله وربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم يا رب. انا حطيت نص معلقه كبيره توم. التوم ده طبعا ما انت ما بتحبي التوم كتير او قليل، قللت عن نص معلقه بصراحه مش هيبقى حلو. نص معلقه بالنسبه لنا كانت مظبوطه، احنا مش بنحب التوم كتير قوي، في ناس بيحبوا يحطوا معلقه مليانه على اخرها زي ما بتحبي بقى التوم. خلاص التوم بقى يعني لونه ما يغمقش، لونه يدوبك اصفر كده، بس نزلت عليه بحوالي معلقتين كبار خل. فزي ما قلت لك بقى لو انت بتحبي التوم كتير هتحطي، بس احنا ما لناش في التوم كتير يعني قوي. الطماطم بقى كنت ضرباها على الخلاط، يعني حوالي كان كيلو الا ربع حاجه زي كده. ضربتها على الخلاط وصفيتها، بتبقى حلوه قوي لما اكون متصفيه كده. طبعا احنا عارفين القشر برضو يعني بيتعب القولون وكده، برضو احنا يعني بنحاول نتخلص من القشر وشكلها كمان بتبقى حلو. خلاص كده انا يعني سبت الطماطم كده، جيت اشوف الرز لان كنت حاطه السمنه والزيت عشان بس الحله كانت هتتلسع مني. فلسه ما حطيتش الملح للصلصه. حطيت بقى الرز كده على شويه سمنه وشويه زيت، طبعا احنا عارفين السمنه بيخلي الرز طري وحلو كده معانا، والزيت بيخليه مفلفل. هديله تشويحه بس كده على خفيف. هنا رجعت بقى للصلصه، حطيت عليها البهارات بتاعتها. انا بعمل خلطه كده ملح وكمون وكزبره وشطه. حطيت شويه وحطيت فلفل اسود تاني وحطيت شطه تانية عشان بحب الصلصه بتاعت الفته تكون مشطشطه شويه. غطيتها بقى واسيبها كده تسبك مع نفسها كده براحتها خالص. عشان كده ابتديت بالصلصه قبل الرز، عشان كده اللحمه طبعا كنت خلاص كانت استوت. انما الصلصه طبعا هي بتاخد وقت عن الرز، الرز هيسيبه بسرعه، الصلصه هتاخر شويه. فعشان كده عملتها هي الاول. الرز خلاص بقى اهوت كده، خلاص بدأ كده. الميه اللي فيه كلها نشفت كده، مفلفل معايا كويس. يعني احط له الشوربه بقى، الشوربه كده كانت يعني لسه طافيه عليها دلوقتي، يعني كانت بتغلي. انا كده كنت عامله كيلو لحمه، طبعا اللحمه دي كل واحد بقى بتعمل على قد مقدرتك. في اللي بيعمل 2 كيلو، في اللي بيعمل 3 كيلو، 4 كيلو. كل واحد على قد ما يقدر يعمل، في اللي بيعمل نص كيلو بس. ما حدش يبص لحد، كل واحد يعمل على قد على قد ميزانيته، على قد ما يقدر يجيب. المهم انك جايبه حاجتك بفلوسك، ما حدش عندك حاجه. ده اهم حاجه، تبقي بتاكلي حاجتك كده وانت فرحانه ان مفيش اي حد بره اللي عندك حاجه. فحته اكل قليل او اكل كتير كل واحد يعمل على قده وما حدش يبص لاي حد. هنا بقى كان في حاجات كده من الشوربه كده، مش عارفه بقى دي كانت قطع دهن مثلا او ايه. فكنت بحاول بقى اطلعها اي حاجه كده مثلا تخلي شكل الرز مش حلو، كنت بخرجها من الرز. بس تقليبه كده بقى على خفيف، هزود له كمان شوربه عشان كانت الشوربه دي قليله. وبعد ما يعني ياخد غلوه بقى كده، تهدي النار عشان الرز يستوي كده، الرز بيحب يستوي على نار هاديه. بتخلي طبعا الشوربه يعني فوق الرز كده بحوالي عقل الصباع. لو الحله كده ملمومه ما تكونش الحله واسعه قوي، علشان بس ما يعني لو الحله واسعه قوي خليتيه اعلى بعقل الصباع هتلاقي كده الشوربه كتيره وممكن يتلت معاكي. الحله دي يا دوبك ملمومه، هي على قد نص كيلو رز اللي انا بعمله. والرز طبعا زي ما بتحبي هتعملي كتير او قليل. خلاص هو كده بقى بيغلي معايا اهو، ههدي النار بقى واسيبه كده يسيبه على نار هاديه خالص، براحته بقى خالص كده لحد ايه. لو عليت النار الرز هيتحرق منك وهتلاقيه كده لسه ني، مش هتلاقيه حلو خالص معاكي. خلاص كده الرز بقى خلاص كده استوى اهوت، ومفلفل معايا وحلو خالص. التشويحه اللي اديتها له في الاول دي بس من غير ما يحمر تخلي الرز كده معاكي مفلفل. لو ما شوحتهوش وحطيت له الشوربه على طول يبقى عامل معاك كده زي الرز المسلوق. خلاص كده انا طفيت عليه بقى، هسيبه كده مع نفسه كده شويه بقى، خالص بقى اغطيه. هسيبه بقى لو كان يعني ناقص سوا شويه ولا حاجه بيستوي كمان في يعني في قلب البخار ده.
الصلصة بقى خلاص اتسبكت معايا، شايفين بقى القوام بتاعها ما شاء الله، هي لونها حلو على فكرة وجميلة، بس هو التصوير بس عندي او لون الكاميرا عندي لونها احمر وحلو. لو انت عايزاها هي لونها دي كانت حلوة، لو الطماطم عندك مش حمرا قوي ممكن تحط لها صلصة، انا ما حطيت لها صلصة ولونها كان جميل جدا. زودت لها بس شوية شوربة كده عشان ما تبقاش تقيلة قوي، عشان لما احطها كده على الفتة تبقى القوام بتاعها حلو. غطيتها وسبتها برضو شوية كده تاخد برضو غلوة كده شوية، وخلاص كده بقى معايا العيش. انا بحب اعمل الفتة بالعيش اللي هو العيش الشامي، انا بعمله في البيت، انا عملت قبل العيد عيش شامي وعيش بلدي، حطيتهم كلهم في الفريزر. علشان برضو لو جانا ضيوف ولا حاجة مثلا على العيد، وهنا برضو العيش ده عشان بحب احطه للفتة، ما بحبش العيش البلدي للفتة، بيبقى ناشف خالص كده. وانا ما بحبش اطر العيش قوي يبقى ملتوت، في ناس بتحب تفضل تحط شوربة على العيش يبقى ملتوت، لا انا بحب العيش ده بيبقى مقرمش كده شوية. انا بحط له كده شويه زيت واقلب الزيت كده في قلب العيش عشان يتحمص معايا حلو خالص. في الوقت ده انا مشغله الفرن، المفروض بقى الفرن تسيبيه على نار متوسطه او نار هاديه. على نار هاديه كمان افضل. انا كده بحاول كده الشعل دي اللي على الجنب كده بهديها خالص، وهدي برضو الشعله اللي تحت، بس مستنيه لما الصينيه بس تسخن معايا قوي. انا طفيت الشعل اللي على الجنب بعد شويه كده، لما لقيت فوق العيش كده هيحمر. هسيب العيش بقى كده لما يتحمص براحته خالص. وهنا بقى هشوح اللحمة لو انت حابة تحطيها في صلصة، طلعيها نص تسوية، ما تخليهاش تسوي تسوية كاملة في قلب الشوربة، نص تسوية وتحطيها في قلب الصلصة، تبقى طعمها جميل جدا. يعني لما كده يعني تكمل سواها كده في الصلصة، بتشرب كده من قلب الصلصة، بتخلي طعم الصلصة حلو، واللحمة نفسها بتبقى طعمها جميل جدا. بس انا عملتها لهم كذا مرة في الصلصة، فحبيت المرة دي اغيرها وعملتها محمرة، وبصراحة كانت طعمها حلو قوي. اللحمة كل ما بتجيبيها صبحة من عند الجزار، ما تبقاش عندك في التلاجة او في الفريزر، لما بتحطها في الفريزر كتير طعمها بيتغير، لما تبقى لسه جايباها صبحة بتبقى طعمها حلو قوي. حطيت لها رشة فلفل اسود كده، وهبقى ارش لها برضو رشة ملح، بس هي لسه الاول يعني بشوحها بس الاول كده فلفل اسود، هسيبها بقى تتشوح كده كويس خالص. وهنا بقى هعمل الخل بتاع الفتة نفسه. حطيت برضو سمنة، مش فاكرة بقى حطيت زيت ولا لأ، بس عادي يعني ممكن تحط سمنة وزيت، وممكن تحط سمنة بس، عادي يعني مش فارقة خالص. وهنا برضو اقل من نص معلقه توم، يعني حوالي ربع معلقه كده. توم برضو هحمرها كده شويه، انا برضو زي ما قلت لكم ما بحبش اكتر توم قوي عشان بيتعبنا كده، يعني بنتعب منه في الصيف، فانا بحط توم اصلا قليل، فاللي بتحب توم كتير هتحط، احنا في الصيف او في الشتاء احنا بنتعب منه. الحركه دي بقى اي بنت كده لسه متعوده، يعني لسه بتدخل المطبخ جديد تخلي بالها، لان انا لما بحط الخل الزيت بيطرطش كده على العين بتاع البوتاجاز. الحركة دي بتتعمل معايا كده من زمان على فكرة يعني. تخلي بالكم أي واحدة لسه بقى بتدخل مطبخ جديد، بنت واحدة لسه متجوزة، خلي بالك علشان بس ايه الخطورة، ولو في كهرباء جنبك ولا أي حاجة تاخدي بالك من الحركة دي. تهدي البوتاجاز علشان النار ما تخشش في قلب الطاسة. الزيت لما بيتنطر كده على لما بيجي على الشعلة كده وهي مولعة بتخلي الولعة كلها بتدخل في قلب الزيت، فممكن أصلا الولعة تكتر أصلا كمان في قلب الطاسة دي، فتاخدي بالك من حاجة زي كده. خلاص بعد ما حطيت الخل حطيت بقى شوية شوربة، أنا ما كترت الشوربة عشان مش عايزة العيش زي ما قلت لكم، مش عايزة العيش يكون طري قوي مع يعني معجن كده، أنا عايزاه فيه قرمشة شوية. هنا حطيت برضو شوية ملح كده على اللحمة، كده خلاص اللحمة يعتبر اتشوحت وخلاص. العيش بقى خرجته كده من الفرن، أرش بقى عليه رشة شوربة اللي هي بالخل والثوم دي اللي أنا عملتها، ما شاء الله طعمها حلو قوي، طعمها جميل جدا. وإن إن التوم بتاعها مش كتير، طعمها حلو مخلي الشوربة طعمها حلو قوي. بحاول كده ارش على العيش، يعني زي ما قلت لكم انا ما بحبش اعجن العيش، ما يبقاش طري معايا كده، انا عايزه فيه قرمشه شويه. بتحبيه بقى انت طري خالص ممكن تغطي تحطي الشوربه بتاعتك وتغطيها، او تكتري شوربه شويه والشوربه تكون بتغلي عشان يطرى معاكي. بس انا كده بقى خلاص بقى بقلبه كده، يعتبر كده كل حاجه معايا جهزت، اي الحاجات اللي تخص الفته كده كلها جهزت بقى خلاص معايا كده. الرز جاهز والصلصه واللحمه اتحمرت، خلاص بقى كده انا هحضر الحاجه بتاعتي في الاطباق بقى. كده هحط بس شويه رز، اي شكل بقى انت حابه تقدمي بيه كده، شكل جديد مش لازم الفته اللي احنا متعودين عليها في قلب الصينيه كلها في قلب بعض كده، غيري بقى شويه. انا بقى كده حطيت في اطباق صغيره عشان طبعا يوم العيد ما بنعرفش نتلم كلنا كده مع بعض وناكل مع بعض، فعشان ما احطش الفته كلها مره واحده وحاجات تفضل بتتبقى، ما ينفعش بقى حد هيسيب له مثلا اكل بواقي اكل او كده، لا يبقى كل واحد كده طبق نظيف. اللي هياكل مع بعضيه في الوقت ده حطيت يعني حاجات بسيطه كده، ما كترتش اطباق كتير، والتاني فضل نضيف، العيش زي ما هو والرز وكل حاجه نضيفه زي ما هي. حطيت شويه رز وحطيت عليهم العيش وحبه صلصه كده قليله، وهنا برضو شويه رز تاني كده من فوق الوش. كده اما بتحط الرز كده في فوق وتحت،
بتيجي تاكلي العيش كده يعني بتلاقي الرز كده معاكِ من كل الجوانب، إنما طبعًا لو كنتِ زي الأول يعني كانوا بيحطّوا مثلًا العيش تحت وبعد كده فوقيها الرز، تيجي تاكلي العيش هتلاقي يعني العيش بس هو اللي محطوط تحت كده، إنما كده عيش في قلب الرز كلّه هتبقى طعمها أحلى وشكلها كمان أشيك وأجمل. حطيته طبعًا في البولة دي وبعد كده قلبته في الطبق، يعني زي أي شكل بقى ممكن تعمليه في قوالب اللي هي الكيكة اللي هي بتبقى مفتوحة كده من النُص، قوالب بتاعة الكيكة دي بتبقى شكلها حلو برضه أوي، أي شكل عندِك حابة تقدّمي بيه، أي طريقة تقدّمي بيها براحتك خالص. شوية بقى صلصة كده من على الوش وخلّيت برضه طبق كده فيه صلصة، برضه اللي حابب يزوّد صلصة. وهنا برضه اللحمة هاحط على قد اللي هياكل، مش هاحط اللحمة كلّها برضه، المهم عشان ما فيش أي حاجة عندي تتبهدل، اللي هييجي ياكل تاني يبقى الحاجة عندي نضيفة. وزي ما قُلت لِك اعملي على قدِّك عشان الحاجة خسارة ما تترميش. ودي الفتة بتاعتنا ويا رب إن شاء الله تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم، ونقول كمان مرّة كل سنة وأنتم طيبين وكل سنة وأنتم بألف صحة وهنا يا رب. مع ألف سلامة والسلام عليكم.